شخصية من قبيلة أولاد أبي السباع في الحوز والصحراء، رجل المهام المستحيلة، أحمد بن الشيكر السباعي، هو تاجر وقائد وفقيه مغربي. عينه السلطان عبد الرحمن العلوي قائدا على قبيلة أولاد أبي السباع بعد تحرير مدينة الصويرة من القوات الفرنسية سنة 1474 ميلاديا. ولما عين قائدا أسقط الضرائب عن المعلمين والمتعلمين، وفتح المساجد فازدهر التعلم والتعليم في زمنه، وأنشئ المدارس في أرض أبناء أبي السباع بعد ركودها، كمدرسة السعيدات ومدرسة العنقاوي ومدرسة بالخير ومدرسة الأمين ومدرسة سيدي عمر العزوزي ومدرسة ابن عبه ومدرسة سيدي الضوء ومدرسة عبد المعطي وغيرها. وبعد الاحتلال الفرنسي للمغرب وجد الفرنسيون بأرض قبيلة أولاد أبي السباع في الحوز أكثر من 20 مدرسة تدرس فيها مختلف العلوم. هو مولاي أحمد بن سيدي محمد بن سيدي عبد الله المعروف بالشيكر، ينحدر من فخدة أولاد البكار من قبيلة أولاد أبي السباع، وهي من القبائل العربية الشريفة المعروفة في المغرب خاصة والوطن العربي عامة. عاد مولاي أحمد بن الشيكر السباعي الإدريسي من تنبكتو إلى أرض أبناء عمومته بالحوز بعدما أخذ العلم عن كبار علماء تنبكتو، فأثبت لعلماء المغرب صحة رأيه في العقيدة والسنة. وبعد وقت من الزمن دعوا الناس إلى جهاد الحامية الفرنسية وطردها من مدينة الصويرة التي هي من بلاد المسلمين، فوافقته قبيلة أولاد أبي السباع وقبائل أخرى من سكان تلك الناحية من بلاد المغرب، فحاصروا مدينة الصويرة حصارا طويلا، ثم اقتحموها واستولوا على ذخائر أسلحة الفرنسيين وأموال حامية الجنود الفرنسيين، وأخرجوهم نهائيا من مدينة الصويرة.